قلنا لهم إذا كنتم تقصدوا البيع، فأردوغان في تركيا يستطيع أن يطالب بنصف أوروبا. لما تجي أنت استقبال الوزير راجي سفير المملكة المغربية محمد كارين، وجرى استعراض سبل تطوير العلاقات بين البلدين وتعزيزها في المجالات كافة، بالإضافة إلى آخر التطورات المتعلقة بقضية الصحراء. وقد جدد الوزير راجي موقف لبنان الداعم لسيادة المملكة المغربية ووحدة أراضيها. خوتي مانيش عارف واش راح تشوف رئاسة الجمهورية ولا رئاسة الحكومة ولا وزارة الخارجية. ألا يعتبر أن هذا عمل ذنيء وخبيث من وراء الجزائر لمساندة قضية وهمية مثل الصحراء الطقسية وليست الغربية؟ أنا باليش وش راه يشوف الرئيس، ما على باليش وش راه يشوف أحمد عطاف. فهمونا. أنا واحد من الناس زعفت، خرجت من رحمة الله سبحانه وتعالى. غادي نقولكم حاجة باش تفهموني. الجزائريين أرسلوا شحنة فيها حوالي 30,000 طن من الوقود، زيت الوقود الساخن، إلى لبنان، وذلك لمساعدة محطات الكهرباء في استئناف التشغيل في ظل أزمة طاقة حادة. 300,000 طن ما خلصوش ولا ما دفعوش فيها فرنك. هيبة جزائرية في ظل أزمة طاقة حادة، معناتها أزمة تسيير، ما عندكش مصيبة ولا زلزلة ولا أي شيء من هذا القبيل. الجزائر تجدد التزامها الثابت بدعم لبنان سياسيا واقتصاديا، ومنها تصريحات رسمية لوزارة الخارجية الجزائرية تظهر استعدادها لتعزيز التعاون ودعم لبنان في استقراره الاقتصادي والمؤسساتي. اسمح هذه وش غادي نقول لك. الجزائر وافقت على دفع دعم مشروع إعادة إعمار لبنان، إعمار جنوب لبنان، بمبلغ يقدر ب200 مليون دولار بغرض البنية التحتية والخدمات الأساسية.